ويعني بشكركم على وقفتكم جنبي طول الفتره اللي فاتت دي، وكل الناس اللي وقفت جنبي وساندتني. زي ما الناس كلها عارفه ان المهاجم يعني بيرجع بالاجوان، لما بتبعد عنه بيبدا يفكر في حاجات ثانيه كتير، فتركيزه شويه بيبدا يروح، لكن الحمد لله مع الاصرار كل حاجه بترجع. بالظبط يا عمده. والمهم لان انا لما بتكلم على عماد متعب او اتكلمت على عماد متعب او وقفت جنب عماد متعب، وانا لازم اقف جنبه لان عماد عنده رصيد. عماد مش ناشئ طالع، فاحنا لا ده ما ينفع. عماد عنده رصيد، عنده بطولات افريقيه محليه، منتخب وطني، افريقيه. فعندك الرصيد، عندك كاس عالم انديه عندك. فانت اذا كانت واقفه معاك شويه معلش، بس لازم نقف جنبك. لكن ما ينفعش ان العمليه توصل. كانت مرحله صعبه عليك انا عارف، وسبحان الله كانت كلها عمليات. انت ما كنتش مثلا برد في مش عارف ايه الكلام ده، كلها كانت عمليات. فكنت متاكد ان ربنا هيكرمك. فالحمد لله النهارده ده شيء كويس قوي يا عمده. الحمد لله سبحانه. طبعا واهم من ده كله، انا طول عمري بقولها كلمه، اهم من ده كله المكسب. يعني لو عماد متعب كان جاب جول النهارده وما كسبناش ولا الجول ده هتفرق في حاجه. عندك حق. هتبقى حاجه شخصيه، لكن المكسب هي الحاجه الجماعيه، هي الحاجه اللي احنا بنسعى لها. وانا ده تفكيري طول عمري. يعني ممكن في ناس بتنتقدني ان انا بقول لا المهاجم لازم يجيب جوان. انا طبعا المهاجم لازم يجيب جوان، بس في نفس الوقت قبل اي حاجه الفرقه تكسب. ده صح. يعني اتمنى ان شاء الله ان تكون دي البدايه او التكمله ان شاء الله للبطولات والانجازات النادي الاهلي ان شاان الله. اجمل شيء ان اللي عامل لك الجونين كابتنك، دي اجمل شيء. بركات. يعني انا بركات يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني بركات لي حاجات كتير جدا 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 معايا، ويعني من اعز واقرب الناس ليا في الفريق. طبعا كل الناس حبايبي، لكن هو من اقرب الناس ليا. ولما هو بيجيب جوان او بيبقى كويس انا ببقى اسعد واحد في الدنيا. فما بالك بقى لما هو اللي يعمل لي الجولين النهارده، اكيد هو كمان فرحان جدا. يعني هو من جواه فرحان جدا 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 يعني. اكيد. عمده معلش بقى هسالك سؤالين مهمين جدا. هل حصل في الجلسه الاخيره بينك وبين كابتن حسام اللي قبل ما تسافروا، لما قعدتوا مع بعض في اوضه اللبس قبل التمرين، هل انت طلبت منه قلت له انا عايز امشي وقال لك اصبر يا عماد لما نخلص بس الدورين الاولين لغايه ما نوصل دوري المجموعات وبعد كده ربنا يحلها؟ لا، هو الكلام ما دارش يعني ما ينفعش انا اقول للناس ده ان انا عايز امشي. القصه ما دارتش بالشكل. القصه ان كابتن حسام قال لي اصبر والكره هتيجي والفرصه هتيجي والامور هتمشي الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا شيء طبيعي يعني، لان انا لعيب وعايز ابقى موجود وحابب ان انا ابقى موجود، فمستعجل ان انا ابقى موجود في الملعب وعايز اخد وقت اطول، عشان يعني انت عارف ان المهاجم بيحتاج يبقى موجود اطول وقت. ما تعرفش الفيرود هيجيب الجول امتى عشان يقدر يجيب اجوان. لكن بس الحمد لله بقى لي اتمرن كويس وانا بتمرن كويس، والحمد لله نزلت النهارده وربنا كرمني. العلاقه بينك وبين كابتن حسام كويسه يا متعب؟ بص يا استاذ محمد، يعني معلش اسمح لي ان انا بسالك كده يا عماد، عشان الكلام كتير قوي. زعلي ان انا ما بلعبش، زعل ان انا ما بلعبش، وزعل من مدربي. انا ما ينفعش ازعل من مدربي، انا زعلان ان انا ما بلعبش. سواء بقى المدرب كابتن حسام، كابتن حسن شحاته، كابتن سلمان الجوزيه، كالديرون، حد ايا كان مين، ما بزعلش منه هو شخصيا. انا بزعل عشان انا ما بلعبش، نفسي ابقى موجود. ممكن في اوقات بقول له وجهه نظري، بقول له رايي، بقول له انا حاسس ان انا الفتره دي ليه ما باخدش. الراجل بيقنعني، بنتكلم مع بعض، لان مش هينفع انا اخد جنبه اقعد على جنبه وخلاص. لا، بتكلم معاه انا ليه ما بلعبش، ليه مش موجود، ليه مش ما بشاركش، ليه ما هل في ثقه قلت من ناحيتك، هل مش عارف ايه. الكلام ده مهم جدا من ناحيتي ومن ناحيته. فالراجل اتكلمت معاه اكتر من مره، والامور كلها ماشيه بشكل كويس، مفيش اي حاجه خارجه عن النطاق تماما. يعني لان هو كمان كان مصمم. يعني الراجل معايا من عند 16 سنه في النادي الاهلي، مدربي من عند 16 سنه في النادي الاهلي. يمكن حاجه من الحاجات ان هو كابتن صالح سليم الله يرحمه، كنا موجودين في حفله في مدينه نصر، كانت معمول لقطاع ناشئين، وكابتن حسام خدني عرفني عليه وقال له ده هيبقى من فراوده مصر في الفتره القريبه دي. يعني دي حاجه من الحاجات اللي عملها معايا كابتن حسام. تمام. ما انا برضه انت عارف يا عمده في مشكله. انت الكاميرا متابعاك، انت الكاميرا ماشيه وراك. عماد بص بينفخ ازاي، بص عماد مش عارف لما عمل وشه ازاي. الحاجات دي بتدي رياكشن، بتدي انطباع للناس، بتدي الناس انطباع. محمد، انا عايز اقول حاجه. انا اللعيب لما بيتضايق وبيغل وبيغير على مكانه دي ميزه مش عيب. لو انا واحد مش في دماغي وقاعد بضحك وبهزر وبلعب ما العبش، اقعد ما اقعدش، انزل ما انزلش، يبقى انا عندي لا مبالاه. لكن انا معنى ان انا متضايق وان انا بغل وان انا نفسي اكون موجود في الملعب، دي الغيره المفيده.
تمام. واضحه. ممكن ابقى لعيب من جوايا مش كويس او مش لعيب مش نظيف، هتلاقيني بضحك قدام الناس وبهزر، لكن انا من جوايا حاجه وحشه، عايز حاجه وحشه تحصل للفرقه او تحصل لزمايلي في الملعب خالص. انا ببين للناس انا متضايق، انا يعني ما بخبيش حاجه، انا متضايق عشان نفسي ابقى موجود في الملعب بس مش اكتر. ملوش علاقه باي حاجه. فدي حاجه انا شايف ان اللعيب لازم يغير على مكانه ويغير على شكله ويغير على مستقبله، لان لو ده ما حصلش، بس ده لازم يبقى في مصلحه الفرقه، ما يبقاش حاجه شخصيه، ما يبقاش ان انا بغير عشان عايز ابقى موجود وخلاص، لا انا بغير عشان نفسي ابقى موجود لما الظروف تسمح ان انا موجود او حسب رؤيه الجهاز الفني. ده صح، لكن اهم شيء زي ما انت قلت ان بفضل الله النادي الاهلي كسب النهارده. عماد متعب سبب من اسباب المكسب، وده اللي شيء جيد جدا. عماد بعد فتره غياب عن التهديف بيسجل هدفين، لكن يا عمده اهم شيء ان النتيجه ما تغرش. يعني لازم مباراه العوده يبقى في شيء من الجديه كتير قوي، لان لنا امثله كثيره في مباريات بتتأزم بسبب الثقه الزائده. انا ما اعتقد يا استاذ محمد ان اللعيبه والجهاز الفني عندهم الخبره الكافيه ان هم لازم يعرفوا ان الكوره في الملعب، ومفيش في الكوره دي حاجه اسمها انت خلاص ضامن الصعود. فاللعيبه هتركز. عندنا بس هيبقى مباراه في الدوري بس الاول هتبقى مع الجونه، بعد كده نلعب مباراه العوده ان شاء الله نكون مركزين فيها. بس انا حابب اشكر طبعا الجاليه المصريه اللي موجوده هنا في كينيا، واشكر الالتراس طبعا، يعني وجودهم النهارده زي ما الناس شايفه كلها اكيد بتساند يعني حتى يمكن صوتهم مش مسموع لكن بيحاولوا لاخر ثانيه. اكيد. وفي حاجه تانية النهارده كان في شاره الكابتن على كتفك، اعتقد دي مسؤوليه كبيره جدا، لاول مره بتبقى النهارده، اعتقد اول مره كابتن النادي الاهلي، فاعتقد دي بتعني لعماد في اللي جاي كتير قوي يعني. اكيد طبعا يعني شرط كابتن دي حاجه كبيره جدا لاي لعيب يبقى كابتن النادي الاهلي ولابس الشاره، دي حاجه كبيره ومسؤوليه اكبر. بالظبط. يعني تحمل اللعيب مسؤوليه اكبر. فاتمنى ان شاء الله ان اي لعيب يبقى موجود في النادي الاهلي ويلبس شرط كابتن يبقى على قد المسؤوليه. وبص يا استاذ محمد، عايز اقول نقطه بس عشان انا بقولها طول عمري. اتفضل. مش عايز انا بتكلم دلوقتي عشان ما حدش يقول ان عماد بيتكلم وهو جايب اجوال، انا بتكلم طول عمري. يا جماعه خلوا النقد بناء. الناس لما تنقد او تحب تتكلم على لعيبه تتكلم عليها في فنيات وبهدوء. بالظبط. بس مش اكتر. عشان بس انا بقول الكلام ده وانا ما بجيبش جوان وبقول وانا جايب جوان. يعني نحترم اللعيبه ونحترم تاريخها ونحترم ان هم دي لعيبه يعني عملت بطولات كثيره وانجازات كثيره، حتى لو في فتره مستوى وحش، في فتره راجع من الاصابه، فتره بيجيبش جوان. مش بتكلم عني انا بتكلم عن اللعيبه ككل يعني. يعني الفكره كلها ان النقد يبقى بهدوء باحترام، بس نحترم تاريخ اللعيبه ونقول ان هم فنيا دلوقتي مش جاهزين، فنيا مش كويسين، بدنيا مش جاهزين. يبقى انا عايز النقد يبقى كده بالظبط. وده حقك بنسبه 100% يا كابتن عماد. مبروك عليك، مبروك المكسب، مبروك الجولين، وان شاء الله المزيد هو اللي الجمهور مستنيه منك باذن الله يا عمده ان شاء الله.